ستي نازل انا وابي سوا من التربه، لحقونا مشايخ السلتي مشايخ الطبيخ. اي نعم. قال لي ابي، قال لي نفوت على اللحام نقطع لحمه. قلت له ما بيجوز نساوي اكل على الميت. اكل على الميت مو من الشريعه، مو من ديننا، فيها مخالفه شرعيه كمان. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعد اجتماعنا الى اهل الميت وصنعهم الطعام لنا من النياحه. وفي البخاري: يعذب الميت بما نيح عليه. فالساوي أكل عن روح الميت ما بيجوز. المفروض نعم الجيران أو الأقارب الأباعد هن يساووا أكل ويبعثوا لنا الأكل على البيت. أنا فت على القرى لقيتهم سنة كاملة بيتموا بيعزموا الناس، بيعزموا بعضهم سنة كاملة، كل يوم عزيمة كل يوم عزيمة، حول كامل. والله شيخ معزومين اليوم على الغداء، ما أعرف وين أنا، شوفي ليش ما أعرف. ولا بعدين بيقولوا لي: والشيخ والله نعم يعني عن روح ميت. مين مات؟ والله من 7 أشهر. يخرب بيتكم، من 7 أشهر الاستاذ زلمه عم يساوي اكل عن روحه. واجب هذا، المفروض نقوم بالواجب. فقلنا له هذا غلط. فبساووا اكل وبتعزموا اصحابين الاكل، هي غلطه مني كمان. فماشي انا بصلاه الجمعه لقيت زلم ونسوان واولاد ماشيين على رصيف رتل احادي ورا بعضهم. لك شوفي، قالوا لي رايحين يتغدوا، عزمون على الغداء. مو انت قلتي عزمون؟ انت اخطأت. انا بعثوا لهم الاكل على البيت، لا تطلعوهم بالشوارع، يمشوا بالشوارع. فصرنا نشوف الناس حاملين على راسهم نعم لقى الاكل وماشيين فيه رايحين لعند اهل الميت عم يطلعوا. هي السنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فلذلك اما اليوم بتلاقي ايش بيعزمونا؟ عاملين وربات بقشطه، عاملين اوزي. هو الميت ما كانوا يطعموه اوزي. اي نعم. لك عليش عامل اوزي لك؟ اي نعم. اتصل فيني رجل قال: شيخ في غدا اليوم. قلنا له: انا بالعاده بتغدى عنده وبيتغدى عندي. قلنا له: عندك؟ ما عندي. قال لي: لا عندي. ما عندك. في نعم من جيراننا رجل متوفى وطالبينك بالاسم. قلت له: انت تعرفني انا ما بروح، ما باكل على روح لموت. قال لي: يعني قالوا انه يا ريت تجيب الشيخ، يعني قالوا له الشيخ صاحبك. قلت له: لا صاحبي ولا صاحبك، هي شغله ما فيها صحوبيه. ما بروح يعني ما بروح. لك عنا مشايخ بلفات، كل لفه بتساوي انقراص فقرات، هالقد اللفه. اي نعم. يعني الزلمه اذا لبسها نهار كامل بده يحمل عكازه ورايحين ياكلوا، ومولي نكس عامل هون طابه وهون طابه وعلى فرم وقطعوا بلع. لكن العلم اللي انا قارئه انت قارئه، ليش عم تخالف العلم اللي انت دارسه؟ يعني هلا يعني اولا الناس انت قاعد معها، لكن انت ما احترمت نفسك، والناس اللي قاعده ما احترمتك، والله سبحانه وتعالى ناظر لك انه انت قرأت شريعه وما عم تطبقها. هنا فلذلك سبحان الله يعني هالامور هي هنا فما بعرف، ما عاد جاب نظري. كان باول الكلام مكبرون شويه بعدين صغرون. معناتها لو الورقه هيك مثل حكايه لما نعمل فحص بالسيارات، كل ما نزل شويه بيصغروا هدول الاحرف يمين يسار لحتى ما نعود نشوف شيء.